السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ويوم حافل بالإثارة من كرة عربية لكأس مصر. هناخدهم بالترتيب، بس الأول نصلي على النبي، واللي عملش اشتراك يعمل اشتراك ويعمل لايك وشير إذا عجبك الفيديو. نبدأ بالبطولة العربية بالترتيب. البطولة العربية، رونالدو يقصي الزمالك من البطولة العربية بهدف قاتل في الدقيقة 84، وما احتاجش رونالدو طول الماتش غير فرصة واحدة عشان يقصي الزمالك، برغم ان هو طول المباراة تقريبا عمالين نقول فين رونالدو، اين كريستيانو رونالدو، اين اللاعب العالمي، لكن هو اللعيبة دي ما بتحتاجش غير فرصة واحدة عشان ينهي المباراة، وده اللي حصل. طيب، هل الزمالك كان وحش؟ بالعكس، الزمالك ادى اقوى مبارياته. يعني اقوى مباريات الزمالك، ما شفناش الزمالك بيأدي المباريات دي يا جماعه من فتره غير الماتش ده او المباراه دي تحديدا. يمكن كان متفوق على النصر طول المباراه، لكن خطأ في رأيي أنا من المدرب أوسيريو، خطأ كبير جدا. متفوق وضاغط، خرج سيف الجزيري وخرج شيكابالا وخرج السيسي اللي هو اصلا يعني يمكن ما لعبش غير الماتش ده من ساعه ما جه الزمالك، ما لعبش ماتش زي ده من ساعه ما جه الزمالك. خرج السيسي مع نزول بقى وخرج عمر جابر، ونزل رؤى وابراهيم انضاي مكان شيكابالا، ونزل حاتم سكر. واعتقد التغييرين دول تحديدا، حاتم سكر ورؤى وخروج السيسي وخروج شيكابالا، خطأ كبير هو وسيف الجزيري. برضو وجود شيكابالا في الماتش بيفرق، يلعب كرة مهمة، كرة ممكن يجي لك منها جول. السيسي كان ماشي كويس جدا، يمكن احسن ماتشاته، خروجه برضو خطأ. فتراجع الزمالك، رجع الزمالك خالص، بقى كل الاستحواذ كله بقى للنصر، وبيقول النصر بقى واقف مستني بس ايه، بيقول النصر هات فيها جول، وده اللي حصل. والنصر فيه لعيبه قويه جدا، فرصه نص فرصه هيجيب جول، وده اللي حصل. برغم يعني تفوق الزمالك، لكن النصر قتل الماتش في الدقيقه 84 بهدف كريستيانو، وخطف التعادل وخطف التأهل، وكأن الزمالك موعود أو عامل عقد مع الخروج من دور المجموعات في أي بطولة بيدخلها. الزمالك للأسف دايما بيخرج من دور المجموعات، بس هو أدى ماتش كويس جدا زي ما قلنا، وده حاجة تتحسب إيه للزمالك. بس أوسيريو يتحمل هذا التعادل ويتحمل خروج الزمالك، وليس اللاعبين. تغييراته دمرت الماتش، تغييراته ادت فرصه للنصر، خلت النصر يضغط الزمالك، وكان مستني بس الزمالك الهدف، وده اللي حصل طبعا من هفوه كريستيانو رونالدو طبعا من نص هدف. برغم ان الزمالك ادى برغم اعلان رئيس الزمالك استقالته، واللي انا هسيب النادي واسيب الزمالك. وطبعا ده خبر لينا عليه تعليق. انا كرئيس نادي ما ينفعش الزمالك رايح ماتش مهم زي ده وانا اقوم اعلن خبر زي ده. بس اللي حصل العكس، تحس ان اللعيبه سمعت الخبر كانها فائت، كانها ارتاحت، رجعت لعيبه تانية بتلعب ماتش بتأدي بقوه. لكن طبعا يتاخد على رئيس النادي ان هو يعلن حاجه زي كده وفريقه رايح مباراه قويه زي دي. لكن في رايي انا، هو الاعلان ده عن استقالته حاليا ده يأس من حاجات كتير. في عندك وقف قيد لانك عليك مديونيات وعليك فلوس لشيكابالا، اتشيمبونج، كل المشاكل دي. رفض وزير الشباب والرياضه والاتحاد، رفض قيد لعيبه الزمالك غير لما يدفع الفلوس، وفشل مرتضى منصور في الموضوع دوت، فقال لك خلاص انا هسيب النادي. طبعا ده مش توقيت خالص، ما ينفعش انا النادي غرقان وانا اقول اسيب النادي بعد ما غرق. ما المشاكل دي الاداره دي سبب فيها، ما الاداره دي برضو سبب فيها. يعني تخيل انت عقليه بيدار بيها الزمالك، عقليه بيدار بيها فريق كبير زي الزمالك، يطلع اعلامي اساسي على قناه الزمالك كابتن بندق ويقول لك احنا بعتنا التذكره لرضا سليم ووكيله على حسابنا، ورحنا المطار منتظرينه، لقينا اللعيب راح الاهلي. يعني ايه اللعيب راح؟ ما كانش عارف طريق الزمالك؟ او انتوا مش عارفين شكله وهو جاي من المطار مثلا؟ يعني معكوش صورته وانت واقف؟ هل ده كلام يعقل؟ دي عقليه بتاعت اداره تعاقدات. يعني ايه؟ يعني انت كده معناها ان انت اي حد هتفاوضه هياخدوه منك بسهوله تروح تستناه يهرب؟ ايه الفكر ده؟ يعني لو انت بتفاوض مع عبد الرحمن جبنه بتاع المقاولين وبعت له تذكره على حسابك، تيجي تلاقي اولاد رجب خطفوه منك
عشان عبد الرحمن جبنا يعني. ده مش عقليه نادي بتدير ايه، مش عقليه ناس بتدير نادي كبير زي نادي الزمالك. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان مثلا يطلع رئيس نادي يقول لك انا بطالب باعاده مباراه في البطوله العربيه عشان ضربه جزاء، وضربه جزاء صحيحه. انت يا اخي لو مأجر، لو حاجز ساعه خماسي على اللي يشيل مش هتقدر تعيدها، لو غلطت وجيت تعيدها مش هتقدر تعيدها ومش هيدوك فلوسك، ما بالك ببطوله كبيره زي دي. فانت بتوصل للعيبه ان انت في جو توتر، في احنا مظلومين، احنا الحكام جايه علينا، فبالتالي اللعيبه ما بتأديش. وبرغم كل ده انا بحيي لعيبه الزمالك على ادائها النهارده في المباراه دي. يعني عمل احسن ماتش، الزمالك عمل ماتش عمره في البطوله العربيه، برغم نجوم النصر دي كلها الموجوده، لكن الزمالك كان متفوق وبحييهم بالمناسبه على كده. لكن ده في الاخر كريستيانو رونالدو مش محتاج غير ربع فرصه زي ما قلنا عشان ينهي الماتش، لكن اوسيريو هو اللي اهدى الماتش للنصر. فبكده الزمالك عمل يوتيرن تاني من البطوله العربيه، وهيرجع يشوف بقى فتره الاعداد بتاعته، وكانه موعود زي ما قلنا من خروج من دور المجموعات، لكنه خروج بشكل جيد. وبكده الفرق الافريقيه كلها خرجت ما عدا طبعا فريق الرجاء، الفرق الافريقيه تتساقط وكلها خرجت من البطوله. وطبعا لو البطوله دي كان فيها الاهلي اعتقد كان هو الاهلي هو اللي هيكمل، مع احترامنا لنادي الزمالك طبعا الكبير، بس الاهلي دايما هو كبير افريقيا وسيد افريقيا، وكان هيبقى ممثل قوي لافريقيا، واكيد اعتقد كان هيبقى موجود مع الرجاء في الدور القادم. دي البطوله العربيه اللي تأهل فيها من المجموعه بتاعت الزمالك زي ما قلنا الشباب والنصر السعودي. الشباب هيلاعب الوحده الاماراتي، والنصر السعودي هيلاعب الرجاء. ننقل بقى على الاهلي. الاهلي يا جماعه اسوأ ماتشاته، اسوأ مبارياته دايما بتبقى في نهايه الموسم بعد ما بينهي الموسم والكلام ده كله، زي الماتش اللي قدامنا ده. يعني الماتش قدامنا ده برغم كده الاهلي مستحوذ تماما على الشوط الثاني وعلى الشوط الاضافي الاول والشوط الاضافي الثاني، لكن هجمات المصري على الاهلي كانت خطيره جدا. الشناوي طلع كذا جول من مروان حمدي، جاب هدف، لكن في الدقائق الاخيره ضربه جزاء وغلطه كبيره من الياس الجلاسي، بيهدي ضربه جزاء للاهلي وبيسجلها علي معلول، والاهلي يرجع للمباراه تاني ويكسب الماتش بالهدف الثاني الرائع للقندوسي اللي هو خلصه بمهاره فرديه وجون رائع جدا. وبيقول للكولر انا موجود وانا مهم للاهلي وما ينفعش ان انا اخرج من الاهلي. هو فعلا عمل ماتش كويس في الدقايق اللي نزلها هو عبد القادر، لان الاهلي سبب تفوقه النهارده تغييراته، يعني تغييرات الاهلي افضل من تغييرات المصري. فلما تغييرات الاهلي نزلت غيرت الماتش واستحوذ، لان في الاول المباراه كان بادئ المصري ضربه الاهلي وكان افضل في فترات كتيره في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني بعد تغييرات الاهلي خرج المصري من اللعبه والاهلي استحوذ تماما. ورغم استحواذ الاهلي مروان حمدي نجح في كوره جاب منها جون، لكن في الدقيقه الاخيره زي ما قلنا رجع الاهلي للمباراه، وهو ده الاهلي، هو ده المارد الاحمر، ما عندوش المباراه انتهت، بيقاتل لحد اخر لحظه. احنا عارفين الاهلي بلس 90، ولما بيتعادل الاهلي او بيتفوق الاهلي ما بيرجعش، فهو تفوق وعزز بهدف القندوسي الثاني، وزي ما قلنا هدف رائع جدا، ويتاهل الاهلي كده لنصف نهائي كاس مصر، هيقابل انبي ان شاء الله. يعني يبقى كده دي مبارياتنا النهارده، وكان يوم مثير طبعا، ما كناش عارفين نتفرج هنا وهنا ونتفرج على الاهلي وعلى الزمالك. ماتش الزمالك كان ماتش سريع وقوي، ماتش الاهلي في اثاره، تعادل في هدف في الدقائق الاخيره، تعادل برده في الدقائق الاخيره، الاهلي يتفوق في الشوط الاضافي، فكنا محتارين. لكن هو يوم في الاخر قوي جدا ويوم دسم جدا، واستمتعنا بالمباراه دي وتاني بحمل اوسيريو خروج الزمالك من دور المجموعات بسبب تغييراته الخطأ برغم تألق الزمالك، لكن رونالدو قاتل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو اعمل لايك
وشير، ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة، هيوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.